العطش والجفاف هي حالة شائعة عند المسن. بالواقع مع العمر الإنسان بيفقد من كمية المي من جسمه، تضعف وظيفة الكلاوي وبتخف حاسة العطش. هالشي ممكن يؤدي لبعض الأمراض الخطرة مثل التجلطات، الحرارة، الالتهابات، الحصى بالكلى والإمساك الحاد. بما أنه عند المسن عوارض الجفاف ممكن ما تكون كتير واضحة، مهم نطلع على لسانه إذا ناشف ونراقب الوزن من وقت للتاني. كيف ممكن نتفاداها؟ عند الشخص اللي بعده عنده قدرات ذهنية منيحة ممكن نذكرهم بأنه ما يتكلوا على حاسة الظمأ ويضلوا يشربوا بشكل متكرر. والأشخاص اللي عندهم فقدان الذاكرة نأملهم على القليل لتر ونص مي بالنهار. في حال كانت العوارض كتير قوية والشخص ما بقى عنده وعي كامل، مهم تستشيروا طبيب أو تاخدوه على المستشفى.